اهلا بكم مرة اخرى في البرنامج. كل جمعة بيبقى فيه مليونية يعني. البيض لازم نطقش لنا 3-4 بيضات الصبح كده. واستقر البعض على استبدال بيض الدجاج ببيض السمان. يعني مثلا عدى علينا 16 جمعة غضب. كارثة إنسانية تضرب تركيا وسوريا. 11 جمعة رحيل. الزلزال في مصر احنا حسينا بيه الساعة 3:15 3:15 والناس حست بيه لمدة 6 ثواني 8 ثواني حاجة في الحدود دي. صح ان المشكلة مش في المليونات ولا العدد اللي بينزل فيها، لا المشكلة 18 19 إلى 20 بيصل بيك من خلال هذه المراحل إلى 2020 وسيبدأ الهلاك من الجزيرة العربية. عشان كده القوة المدنية طلعت باسم مختلف خالص. الجمعة اللي فاتت طلعت باسم مرعب، اسم مخيف. المرة التانية هقول اوعى تربط اللي في جيبك بأسعار السوق. ما تفهموا يا بهاي. اربط ياما اتخضيت انا كده. انتوا بتخرجوا صح؟ كيش مالك؟ العملة مش بالدولار ولا بالين ولا بالليرة ولا بالمارك ولا بالدولار ولا امال تربطها بايه؟ اذا كان المتكلم مجنون يبقى المصطبح عاقل. أدعو رب. اربطها بتعلقك بالله. والجمعة الجاية هيكون اسمها ايه؟ الواد بيقش؟ مش قضاء على غلاء اسعار الا بالانتاج، الا بالسعي، الا بالوفره الماديه، الا بتحقيق الموارد، الا بوقف الانفجار السكاني اللي عمالين نضرب عيال 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 عيال. ما بقتش عارف ابوك من اخوك. العيال الحق كمان قول كلامك حكم. طب اللعب في التماثيل حرام واللعب اللي بيحصل فينا ده ايه يا عم الشيخ؟ حلال؟ لا انتوا بتبيعوا بلد، بتبيعوا مصر. وانا مالي يا لمبي؟ مش سلمي مش سلمى حقيقي. شلتوها ليه؟ سيبوها دي حلقة ناشفة بنت كلب اساسا. المهم الجمعة اللي فاتت هدفها انها كانت تكون ضد العنف. هو رئيس الوزراء المصري دكتور مصطفى مدبولي. دعني أبدأ الآن مع الاقتصاد، لأن الاقتصاد المصري يحقق أرقاما جيدة. هذا كل شيء جميل ومثبت، ولكن لماذا لا يشعر به المواطن العادي؟ لا واحنا محتاجين ناس سلميين ترجع لنا الحب، ترجع لنا التسامح، ترجع لنا حلم التعايش. خليني بقى انا اختلف مع حضرتك في هذا الموضوع. المواطن العادي لا شاعر بمدى الاختلاف الكبير. بأمارة ايه؟ هو ليه الأسعار كده؟ ده في حاجات بكون رايح اجيبها مثلا من الصيدليه، فاحط اللي في جيبي ما الاقيش مثلا معايا فلوس، فاقول له خلاص هاجي لك بكره. اجي بكره يقول لي سعرها اتغير. ايه يا عم؟ زادت مثلا 50 جنيه في ليله. انا بكلم، انا بقول لك حصلت معايا. هدفها سلمي مش سلمي مش سلمى حقيقي. شلتوها ليه؟ سيبوها دي حلقة ناشفة بنت كلب اساسا. هل الطبقة الوسطى مظلومة في مصر حاليا؟ طبعا، لان الدوله عادت راس المال للحكم والسيطره، وراس المال لا يعرف لا مله ولا دين ولا وطن، يعرف ازاي يكسب. الدنيا كده كله بياكل من كله. بجد اهو ده مش غطاء سياسي. لما يجي العنف من الناس في الشارع يبقى فيه غطاء سياسي، بس لما العنف يجي من السلطة يبقى العالم اللي عايشه في القصور دي عندهم عربيات بالملايين، جابوها منين؟ بالمرتب. وما تعمليش كده. بصي بقى، انا حطيت صوابع العشرة في الشق منكم. انا ماليش دعوه برد فعل الاعلاميين دول، ما بيعرفوش يردوا، ما ينفعش يرد عليهم الا واحد بس. بيقول انه في مصر على سبيل المثال لا يقل دخل من ينتمي للطبقه المتوسطه عن 5000 جنيه شهريا. يعني اللي انت بتقوله بالظبط ده ترجمته بالنسبه لي ان الطبقه المتوسطه ما بقتش موجوده. ما هو المرتب تعبان. المرتبات ايه؟ حد يقول لي يعني ايوه تعبانه. انا بقى عظيم، انا بكلمكم من قلبي. انا اقل من 10000 جنيه لاي حد بيشتغل ما يعيش. طب ما دول عايشين ازاي؟ طب ما انت كده بيتي اتخرب فداك، سبت وظيفتي يا جدع ولا يهمك، عربيتي اتدمرت، المهم الصحه بقت في النازل. طب الرجل الجليل بصراحه راجل مشرف والله. احيانا بطل ودور تاني. هو شكله هنج مننا. طب نشيل البطاريه ونرجع. حد بيفهم في احمد موسى يا جماعه؟ حد IT هنا ولا حد؟ وليه لا؟ وليه نشتغل؟ وليه تعامل بعملات اخرى غير الدولار؟ الكلام ده كان زمان. دلوقتي معانا اسد، معانا رئيس. لا مش ده. ما تغيروش الصوره. ازيك يا فندم؟ عمل ايه؟ انا اسف. انا ما كانش قصدي. هم جابوا صوره غلط، معلش حضرتك.